وكنت فاكرة إني لما هقوله إني حامل هيرجع يهتم بيا، لكن بالعكس بقى يتجاهلني أكتر وأكتر. أكن اللي في بطني ده مش ابنه أو بنته. كلمت صاحبتي أشكلها همي يمكن تنصحني. قالت لي بصي مدام بيعمل كده معاكي يبقى أكيد في واحدة تانية في حياته، دوري وراه. وفعلا قررت أراقبه. في يوم كان عندي وقال لي إن مراته سافرت بقالها يومين وإنه قاعد مع العيال في البيت عشان ما ينفعش يسيبهم لوحدهم، عشان كده لازم يرجع يقعد معاهم. قلت له طبعا روح يا حبيبي، لازم تاخد بالك منهم. ولبست بسرعة. هو ركب العربية وأنا خدت تاكسي. ببص لقيته راح فعلا على البيت. قلت يمكن أكون ظلماه، ولسه هقول للتاكسي يلف ويرجعني تاني لقيته نازل معاها. أيوة هي مراته الأولى. فضلت أراقبهم من بعيد، لقيته بيفسحها والضحكة مش بتفارقهم. كانوا ماسكين إيد بعض أكنهم عرسان جداد. خدها ودخلوا كافيه وكان جايب لها هدية، وفضلوا قاعدين يتكلموا. ما كنتش مصدقة نفسي. ده جوزي؟ ما هو بيعرف يضحك أهو. أمال ليه معايا ما بيتكلمش وما بيضحكش ومش مهتم بيا؟ وأما هو بيحب مراته كل الحب ده، اتجوزني ليه؟ أسئلة كتير جت في بالي. كنت هتجنن. مشاعري كانت متلخبطة كلها غيرة وغضب وحزن. رجعت البيت أبكي على حالي وفضلت مستنياه لما يجي في ميعاده. وجه اليوم اللي بيجي فيه، دخل وقعد وكالعادة متجاهلني أنا وابني، حتى ما سألنيش عن الحمل ولا عن صحتي. قررت أواجهه عشان كرامتي مش هتستحمل أكتر من كده. وقلت له أنت ليه اتجوزتني؟ ليه ضحكت عليا وقلت لي إنك بتحبني وإنت بتحب مراتك؟ ليه تخدعني كده؟ أنا عملتلك إيه عشان تموتني بإهمالك ليا؟ اتجاهلني خالص ومسك تليفونه وعمل مكالمة. وبعد ما خلص قلت له بغضب رد عليا ليه اتجوزتيني؟ اتعصب عليا وقال لي كنت في مشاكل مع مراتي، وأما شفتك أعجبت بيكي وخلاص مشاكلنا خلصت. أنا ما كنتش قاصد أعمل فيكي كده. ويوم لما قلتيلي أجي وإنك عايزاني في موضوع مهم، فكرتك هتفتحي الموضوع ده وإنك هتطلبي الطلاق. لكن للأسف طلعتي حامل. اتصدمت من كلامه. لقيته كمل وقال كده انت عرفتي أنا اتجوزتك ليه، ودلوقتي لازم ننهي كل اللي بينا. انت طالق ورقتك هتوصلك وكل حقوقك. اتدمرت من اللي حصل وقعدت أعيط وخدت ابني ورجعت على بيت أهلي وأنا متطلقة للمرة التانية. وبدل ما كنت مسؤولة عن طفل بقيت مسؤولة عن طفلين. أنا مش عارفة أنا غلطت في إيه. ودلوقتي هرجع من تاني أدور على شغل عشان أعرف أصرف على ابني وبنتي، ولا أتجوز لتالت مرة وأشوف حياتي، خصوصاً عيالي لسه صغيرين. أعمل إيه؟ هو أنا غلطت لما اتجوزت تاني ولا هو اللي ظالمني وضحك عليا؟ قولولي في التعليقات أعمل إيه؟